السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وصفة النهاردة جميلة. هي انطلبت مني اللي هي الكوسة بالصلصة أو بالطماطم. قالت لي كل ما بتعملها بتطلع معاها زي الشوربة، وبتبقى الكوسة مهرية قوي، وبصراحة هي مش حباها كده ومش قادرة ان هي تظبطها. النهارده هعملها مع حضراتكم مع بعض، علشان اللي ما عندوش المعلومة الكافية للكوسة يقدر يستفاد من الفيديو ده. اول حاجة هنسمي الله. عندي هنا طبعا كيلو من الكوسة مغسول ومتقطع مكعبات بالشكل ده. طبعا تقدري تاخدي الكمية اللي انت عايزاها. تمام. وعندي هنا حلة على النار، هنزل بمعلقتين من الزيت. بسم الله. وهنزل كمان بمكعب من الزبدة، بس انا بحط الزبدة بعد الزيت عشان ما تتحرقش بالشكل ده. وعلى طول هنزل ببصلة مبشورة بالشكل ده. بسم الله. طبعا البصلة معايا هتصفر وهتاخد لون يعني اصفر ذهبي، وبعدين هنزل عليها بنص كيلو من الطماطم، عليه راس توم صغيره، وعليه قرن شطه. انا بحبه سبايسي، فطبعا لو انت ما بتحبيش السبايسي عادي تقدر تحطي قرن شطه ما يكونش حراق، علشان بس بيدي طعم جميل قوي للطماطم. تمام. ما ننساش يا جماعه الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. طبعا ده لون البصله المطلوب. تمام. هنزل بنص كيلو طماطم. بسم الله. ما شاء الله. طبعا هنظبط الملح. بسم الله. وهنزل كمان بمعلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره بهارات اللي هي السبع بهارات، ونص معلقه صغيره من الكزبره. انا بصراحه مش بحب اكتر البهارات في الاكل، لان بحب احتفظ بطعم الاكل نفسه. يعني بحس ان البهارات الكتير بتضيع معنى الاكل، مش بتديله طعم بزياده بصراحه. يعني هي دي وجهه نظري، بس لو جربتوها هتلاقوا فعلا ان البهارات الكتير بتضيع طعم الاكل. طبعا هنغطيها تستوي وبعدين تتسبك قوي، وبعدين هنشوف الخطوات اللي بعد كده. طبعا هنا ما شاء الله الصلصه اتسبكت. هننزل بالكوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكوسه بتتساب دقيقه او دقيقتين، يعني تتشارب من التسبيكه بتاعتها، وفي نفس الوقت بتنزل الميه. يعني انا بحط لها الميه بعد حوالي دقيقتين او 3 دقايق على ما تبدا ان هي تغلي. تمام. علشان ان هي ما تبقاش معاكي شوربه، لان الكوسه بتنزل ميتها على طول. يعني بمجرد ما بتخش في مرحله الغليان تبدا تنزل الميه بتاعتها، لان طبعا انتوا عارفين ان الكوسه نصها ميه. تمام. دلوقتي هنزل عليها بكوبايه واحده من الميه. بسم الله. علشان ما تبقاش شوربه. شوفي هي ما شاء الله اصلا يعني كوبايه الميه خلت يعتبر ان الصلصه على قد الكوسه. طبعا لما كل ما هتستوى كل ما هتنزل الميه بتاعتها. طبعا انا نقلت الكوسه على نار اهدى شويه، ودلوقتي هبدا معاكم في طبيخ الرز بطريقه جديده برضو. يعني بالنسبه لي انا متعوده عليها، بس في ناس قالوا لي لما باجي اعمل الرزايه والرزايه زي ما انت بتعمليها بس بتتحرق مننا، مع ان بيمشوا بالتفاصيل بس برضو بتتحرق منهم. ما اعرفش بقى كانت الماده الدهنيه بالنسبه لهم قليله، ولا التقليب مش مستمر، ولا ايه، ما اعرفش. انا النهارده هعملهم معاها بشكل جديد. هنسمي الله. اول حاجه هنزل بشويه زيت. بسم الله. طبعا الماده الدهنيه بتفرق في التحمير، ممكن تكونوا مقللين الماده الدهنيه. وهنزل بقطعه كبيره من الزبده بالشكل ده. بسم الله. المره دي بقى انا مش هعمل الرزايه برز، لا انا هعملها بكوبايتين من لسان العصفور. تمام. لسان العصفور بيدي معاكي نفس شكل الرزايه والرزايه.
تمام. طبعا هنقلبه بشكل مستمر برضو علشان ما يتحرقش، واول ما هيوصل للون المطلوب انا هرجع لك تاني عشان ما اطولش الفيديو. الرزايه والرزايه يا جماعه لازم بتكون الماده الدهنيه زياده علشان ما تتحرقش معاكي وتدي ريحه شيار. تمام. الحاجه التانية ان انت اصلا لما بتعملوا رزايه ورزايه اوريدي مش بتقدحها عليه، لانه هو بيبقى اصلا متشبع بالماده الدهنيه، فمش بتحتاج ان انت تقدحها عليه، لان هو اصلا بيبقى سايب، يعني بتبقى كل رزايه سايبه التانية، وبيبقى سايح جدا معاك وبيبقى طعمه حلو. ده يا جماعه بيبقى اللون المطلوب. تمام. اللون الاشقر الفاتح ده. بنزل عليه بالرز المغسول ومتصفى طبعا. بسم الله. شايفين ما شاء الله، ده اللون اللي بيبقى مطلوب. تمام. اللون جميل جدا، لا محروق ولا مدخن ولا اي حاجه، لان الماده الدهنيه بتاعته بتبقى زياده. ماشي. طبعا انا زودت له الميه بتاعته والملح، هسيبه يستوي. شايفين الكوسه ما شاء الله. طبعا انا ما حطيتلهاش الا كوبايه ميه واحده، بس هي طبعا بتنزل الميه بتاعتها زي ما قلت لحضراتكم، فبتسيبها بتستوي على ما هي في كده. لكن لو الكوسه عندك ما فيش فيها ميه بالشكل ده، تقدري تحط لها نص كوبايه ميه بس، بحيث ما تبقاش معاكي زي الشوربه زي ما انت قلتي. الله. الرز عمل ازاي؟ شايفين ما شاء الله لون الرز، اللسان العصفور اللي متحمر، لونه جميل جدا. طبعا هو كده اتشرب، بسيبه بقى يتلدن ويستوى وارجع لكم تاني. طبعا اللهم بارك، الاكل معايا استوى. شايفين ما شاء الله الكوسه مستويه وما هياش زي الشوربه ومحتفظه بقوامها. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الرز اللهم بارك، الرزايه جميله جدا. وشكل الحبات اللسان العصفور حلوه قوي ولونها جميل قوي. طبعا بيدي طعم جميل برضو عن الرزايه والرزايه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا دي فرخه بلدي كانت عندي فطلعتها علشان اسوي الغدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون قدرت اوصل المعلومه. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.